موعدنا اليوم مع الكورة القوية، الكورة النظيفة، القوة بجد في كرة القدم هنتابعها اليوم. هنشوف كورة نظيفة، كورة حلوة، هنشوف لعب، هنشوف فرص، هنشوف هجوم، هنشوف قوة، هنشوف مهارة، هنشوف أهداف. هنشوف النهاردة ماتش سخن، ماتش قوي. الماتش ده هيبقى اقوى ماتش في كأس العالم للشباب، المغرب والبرازيل. شجع المغرب النهارده قدام البرازيل. يعني انا والناس اللي فاكراني امبارح طلعت بعد ماتش مصر بقول البرازيل هتكسب ومش عارف ايه وانا متشائم، ده توقع. اتوقع البرازيل تكسب، ولكن اتوقع ان هشوف ماتش قوي فيه رجولة، ما فيهش خوف، ما فيهش كرة عيانة. لا، هيبقى في قوة من ولاد المغرب، هيبقى في لعب بجد. النتيجة تروح للبرازيل شوية مفيش مشكلة، المغرب تفاجئنا. أنا عارف إن الماتش ده مفيش منتخب هيطلع دايس على التاني، يعني مش هتبقى البرازيل أقوى من المغرب، هتبقى المغرب أقوى من البرازيل، وده اللي أنا بتوقعه. المغرب هتبقى أقوى من البرازيل، التوفيق من عند ربنا. النتيجة تكتب لمين في الآخر دي بتاع ربنا. الناس اللي فاكرة إن أنا عمري او افكر ان اشجع اي منتخب قدام المنتخب المغربي، يبقى انت غلطان، يبقى انت ما تعرفنيش. انا بشجع المغرب، واللي بيربطني بالمغرب حاجات شخصية وحب وحاجات كتير. المغرب هنا، فدايما بشجع المغرب، وان شاء الله اشجع المغرب قدام البرازيل. التوقع ملوش دعوة. التوقع في الكورة انت عادي، انت ممكن تتوقع ان مصر تخسر. لو مصر مثلا بتلعب البرازيل وانت كمغربي هتتوقع ايه؟ هتقول البرازيل هتكسب. صح ولا انا غلطان؟ هتقول البرازيل ده برضو توقع. انا برضو بتوقع، بقول ان المغرب هتعمل ماتش حلو، ماتش قوي، هتبقى اقوى. ممكن تخسر، ممكن تكسب، ويا رب توقعي يطلع غلط، وهو ده اللي انا بتمناه. انا لحد دلوقتي ما توقعتش ماتش صح، ولكن ان شاء الله المغرب تكسب ويطلع توقعي ايه غلط. ولكن هنشوف ماتش حلو، نشوف ماتش حلو بعد ما تسد نفسنا امبارح. احنا حرفيا اتسد نفسنا امبارح في كرة القدم، فالنهارده هنسهر عشان نتفرج على حاجة حلوة، حاجة تفرحنا، حاجة تنسينا المشاكل اللي دايرة حوالينا، حاجة تطلعنا من بر المشادات والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه. فالنهارده هنشوف حاجة نظيفة، حاجة حلوة، هنستمتع كورة. لقاء ينتظر الجميع، ضرب نار. ولاد المغرب برازيل افريقيا مع البرازيل بجد. قوة المغرب بقى تقول لي احنا كسبنا البرازيل في ماتش ود 2-1 في المغرب. هذا شيء وهذا شيء، هذا ولاد المغرب وهذا ولاد البرازيل، وهذه كأس عالم. هذه ايه؟ كأس عالم. المغرب يكفيها التعادل وتصعد، ولكن النهارده عايزين نشوف ماتش حلو. التعادل هو فوز للمغرب، تعادل 4 نقاط صعد، لاني هيصعد اول وهيصعد تاني وهيصعد احسن 4 توالت. فان شاء الله المغرب هتكون واحده منهم، واذا كسبت النهارده المغرب خلاص هتصعد اول، واذا تعادلت فهي هتصعد تاني او هتصعد تالت. في الحالتين المنتخب المغربي هيشرفنا وهيصعد، وهنتفرج وهنستمتع. خايف اقول ان المغرب بعد الماتش ده هتاخد البطولة. هستنى حتة البرازيل وماتش البرازيل يعدي، اشوف هيعدي ازاي. اذا عدى بتعادل او بفوز للمغرب، انا اقول لك المغرب في المربع الذهبي. اذا تعادلت المغرب حطت نفسها في المربع الذهبي، اذا فازت المغرب حطت نفسها في النهائي. وان شاء الله يكون من نصيبهم الكاس. ومش حاجه كبيره على المغرب اللي وصل في قطر للمربع الذهبي، يقدر الشباب ان هم يعملوها ان شاء الله ويوصلوا ايضا للمربع الذهبي والنهائي. كله هيشجع المغرب وانا اولهم. التوقع ملوش دعوه، اتوقع البرازيل تكسب، اتوقع المغرب تكسب، هذا توقعات. ولكن هنشوف كرة حلوة. التوقع اللي هيبقى صح فعلا ان احنا فعلا هنشاهد منتخب المغرب بيقدم كورة عالمية تخطف قلوب الجميع. هنشوف ماتش قوي. يلا توقعوا على بركة الله مباراة البرازيل والمغرب. كام كام؟ وقول لي النتيجة، ما تقوليش اتمنى. وانتظروني